السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواد سيارات مع لطفي الشير. النهارده فيديو جديد عن أسباب الرزعة الجامدة ورغم تغيير المساعدين الجديدة. لو أنت بتتفرج معانا على القناة ما تنساش لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان فعلا الفيديو كويس. زي ما قلت لكم يا جماعه، النهارده العربيه دي تويوتا كرولا 2012، والعربيه دي كان فيها صوت رزعه جامده جدا، وبسببها صاحبها تعالى اقول لكم غير ايه. زي ما انتم شايفين كده العربيه مغيره. الكلام ده اول امبارح. العربيه فيها رزعه جامده جدا جدا من الجنب اليمين قدام، والرزعه دي مسمعه في العربيه كلها. طبعا صاحب العربيه راح مركز ما بدون ذكر اسماء، غير له مساعدين، غير له تياش ميزان زي ما انتم شايفين. طبعا الحاجه جديده اهي، غير له تياش ميزان، غير له مساعدين، غير له الصدادات، غير له جرابات. تعالى هنا كده، غير بطاحات. زي ما انتم شايفين كل حاجه جديده. طبعا في الجنب اليمين والجنب الشمال انتوا عارفين كل حاجه بتيجي طقم ما عدا البطاحات. طبعا لو انا طلعت جربت بفضل الله الحمد لله، لما طلعت جربت جيت على عيب على طول، جيت على عيب على طول من غير ما افكر. طبعا الراجل لما راح غير الكلام ده، صاحب العربيه طلع جرب لقى نفس العيب، فراح للمركز تاني قال له لا انت كده ممكن يكون عندك مشكله في علبه الدركسيون. العربيه دي كانت جايه لنا من 3 سنين، احنا كنا مصلح لها علبه الدركسيون دي، مصلح علبه الدركسيون دي قبل كده من 3 سنين بالظبط. فالراجل لما قال له علبه دركسيون جالي بقى عشان نعمل نصين العلبه تاني. فلما طلعت جربت قلت له لا ده مش صوت علبه دركسيون. تعالى بقى اقول لك الصوت من ايه اللي بسببه غير طقم مساعدين سعره يعني يتعدى الأربعة ونص، وطقم تياش 1000 جنيه، وطقم بطاحات مش هيقل عن 1000 ونص برضك. بطاحة تعملها حوالي 750 جنيه ولا حاجة، وطقم جراب يعني دخله مثلا في 6 7000 جنيه، 6 7000 جنيه. بصوا يا جماعة، دي قعدة الموتور زي ما انتم شايفين. القعدة بصوا الزيت ضارب اهو فيها، واخدين بالكم ايه القعدة ضاربة فين؟ تضرب من هنا لهنا اهو. قعدة الموتور. طبعا دي بتاعت الجنب اليمين، ودي بتحصل على طول في معظم العربيات التويوتا كرولا. تعالى هنا صور. طبعا احنا فكينا القعده دي هي اللي بتركب هنا. زي ما انتم شايفين متدمره خالص. القعده طالعه ايه؟ طالعه نصين. ده كمان ايه؟ بصوا يا جماعه، هنا كمان ايه؟ كمان ده انا مطلعها من مكانها. القعده دي الالمونيا دي زي ما انتم شايفين اهو. الالمونيا دي كانت ايه؟ لازقه فين؟ لازقه في الحديد. اي مطب الحديد بيخبط في ايه؟ في الالمونيوم. الحديد بيخبط في الالمونيوم، فعشان الحديد بيخبط في اهو. بص اهو، شايفين علامه اهو. عشان كده بقول لك خلي بالك قبل ما تغير اي جزء من عفشه عربيتك، علشان ما تخسرش قطعه انت لسه مشتريها وفيها مشكله، او لسه قطعه جديده ما فيهاش مشكله تغيرها. والفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك يا جماعه، اعملوا لنا لايك وشير للفيديو. احنا بنتعب عشان نوصل لك المعلومه. شكرا ليكم في قناه مصر.